كل خلايا في جسمنا ليها كتالوج وقواعد بتمشي عليها بالملي، بس ساعات خلايا معينة بتقرر تتمرد وتعمل قصة لوحدها. قصة ليها طريقين مختلفين تماما عن بعض، واحد حميد والتاني خبيث. في شرح النهاردة هنمشي مع بعض في الحكاية دي ونفهم إزاي الورم بيختار طريقه. طيب، السؤال اللي بتبدأ منه الحكاية كلها هو إيه اللي بيحصل لما خلايا الجسم نفسها تضرب بالقواعد دي عرض الحائط، لما النمو يخرج عن السيطرة تماما؟ من هنا بالظبط بيبدأ عالم الأورام المعقد والمهم جدا إننا نفهمه. التمرد ده بيبدأ من جوه، وعشان نفهمه صح لازم ندخل في صلب الموضوع ونعرف الأساسيات. وهنبدأ بأهم تعريف، وهو الورم نفسه، أو اللي بنسميه علمياً نيوبلازم. مهم أوي نركز في المصطلحات الإنجليزي دي لأنها أساس الدراسة والامتحانات. مصطلح نيوبلازم بالإنجليزية بيتوصف إنه autonomous growth of abnormal cells. تعالوا نفصصها. abnormal cells يعني خلايا مش طبيعية، لكن كلمة السر هنا هي autonomous يعني ذاتي. ذاتي دي معناها إن النمو ده شغال مع نفسه، مستقل، ما بيسمعش كلام الجسم اللي بيقوله كفاية كده، وبيفضل ينمو ويكون كتلة ملهاش أي وظيفة مفيدة للجسم. وهنا بقى لازم نفرق بين النيوبلازم وحاجة تانية شبهه اسمها هايبربليجيا أو فرط التنسج. بصوا معايا في الجدول ده. الهايبربليجيا هو رد فعل لمؤثر، يعني a response to a stimulus، والجسم مسيطر عليه تماما، يعني controlled. أول ما المؤثر ده يروح النمو بيقف. لكن النيوبلازم بقى ده قصة تانية خالص، ده نمو autonomous ذاتي controlled، يعني خارج عن السيطرة تماما، وبيفضل يكمل حتى لو مفيش أي مؤثر. ودلوقتي بنوصل لأهم مفترق طرق في القصة كلها. الورم ده لما بيتكون قدامه طريق من اتنين، يا إما هيكون ورم حميد بالإنجليزي benign، أو ورم خبيث بالإنجليزي malignant. والإجابة على السؤال ده حرفياً بتغير كل حاجة. تعالوا نبص على الجدول ده عشان نفهم الفروق بالتفصيل. الورم الحميد أو البناين نموه سلو، يعني بطيء، وبيكبر عن طريق التوسع أو expansion. تخيلوه زي بالونة بننفخ فيها، بتكبر وتضغط على اللي حواليها بس، وعادة بيكون encapsulated، يعني حواليه كبسولة أو غلاف بيحدده، وأهم حاجة إنه localized، يعني ما بينتشرش. أما الخبيث أو المالجننت فده العكس تماماً، نموه رابid أو سريع، وطريقته في النمو هي الغزو invasion. مش بيتوسع بس، لا ده بيخترق ويتسلل للأنسجة اللي حواليه. لكن أخطر صفة فيه على الإطلاق هي قدرته على الانتشار أو الميتاستاسيس، يعني بينتشر لأماكن بعيدة في الجسم. طيب، خلينا نمشي في الطريق الأول ونفهمه أكتر، المسار الحميد أو البناين باث. ممكن نتخيل الورم الحميد ده كأنه جار ساكن جنبنا، حجمه كبير وعامل زحمة، ممكن يضغط شوية على بيتنا، لكنه في الأول والآخر محترم حدوده وعمره ما بيفكر يدخل بيتنا نفسه. وبصوا معايا على الصورة دي، بتورينا أشكال مختلفة للأورام الحميدة. لاحظوا إزاي كلها محددة وشكلها منظم. ده لأنه نموها بالتوسع زي ما قلنا بتفضل في مكانها ومحددة كويس. وممكن تاخد أشكال نوصفها بكلمات زي بابيلري يعني حليمية، أو نودولر يعني عقدية، أو سيستيك يعني كيسية. المصطلحات الوصفية دي مهمة جدا في التشخيص. أما بقى الطريق التاني فده حكايته مختلفة تماما، المسار الخبيث أو the malignant path. هنا احنا مش بنتكلم عن جار، احنا بنتكلم عن غزاة فوضويين بيكسروا كل القواعد، خلايا كأنها فقدت أصلها ونست هي تبع أنهي نسيج وبدأت في التدمير والغزو. شوفوا هنا المنظر مختلف ازاي. الورم الخبيث بينمو بالغزو أو بالإنجليزي invasion. الكلمة دي لوحدها بتوصف ازاي الخلايا بتتسلل وتدمر كل الأنسجة اللي بتقابلها. مفيش أي حدود واضحة، مفيش تنظيم، مجرد فوضى وتدمير، وممكن توصل إنها تسبب تقرحات أو ulceration. ولما نحط الصورتين جنب بعض، الفرق بيبقى واضح زي الشمس. على الشمال النظام والحدود الواضحة في نمو الورم الحميد اللي بيحصل بإكسبانشن أو التوسع، وعلى اليمين الفوضى والدمار في نمو الورم الخبيث اللي بيحصل بإنفيجن أو الغزو. المقارنة دي بتلخص الفرق الجوهري كله في سلوكهم. لكن التحول من خلية طبيعية لخلية خبيثة مش بيحصل فجأة. قبل ما الخلية توصل لمرحلة الخبث الكامل غالباً بيكون في علامة تحذير، إنذار، مرحلة انتقالية في منتهى الخطورة. الإنذار ده اسمه ديسبليزيا أو خلل التنسج. زي ما باين في الرسم، دي مرحلة الخلايا فيها بتبدأ تتلخبط وتفقد شكلها الطبيعي وترتيبها المنظم. المهم نعرف إن الديسبليزيا في حد ذاتها مش سرطان، لكنها تعتبر حالة ما قبل سرطانية pre-cancerous condition. وهنا في نقطة أمل، لو السبب اللي عملها اتشال ممكن الخلايا ترجع طبيعية، لكن لو السبب فضل موجود الطريق للورم الخبيث بيبقى مفتوح. نرجع لأخطر نقطة في الورم الخبيث، قدرته على الانتشار
أو الميتاستاسيس. طيب الانتشار ده بيحصل إزاي؟ الخلايا دي بتسافر إزاي في الجسم؟ عندها كذا طريق رئيسي. ممكن بالانتشار المباشر direct spread للأنسجة اللي جنبها، أو عن طريق الأوعية الليمفاوية lymphatic spread، أو عن طريق مجرى الدم blood spread، وأخيراً عبر كجويف الجسم أو transcoulommic spread. أول طريق ممكن الخلايا دي تسلكه هو الجهاز الليمفاوي الليمفاتيك سبريد. تخيلوه كأنه شبكة طرق جانبية في الجسم. الخلايا بتغزو الأوعية الليمفاوية دي وتسافر من خلالها لحد ما توصل لمحطات اللي هي العقد الليمفاوية، وعشان كده دايما فحص العقد الليمفاوية بيكون جزء أساسي جدا في تحديد مرحلة السرطان. والطريق السريع التاني والأخطر هو مجرى الدم نفسه أو bloodstream spread. هنا الخلايا بتخترق جدار الأوعية الدموية وبتسافر مع تيار الدم لأي مكان في الجسم، وخصوصاً أعضاء زي الكبد والرئة. وده بالظبط اللي بيحول السرطان من مشكلة في مكان واحد لمرض منتشر في الجسم كله. طيب الكلام النظري ده جميل، بس عشان الصورة تثبت وتوضح أكتر خلينا ناخد مثال حقيقي وملموس على ورم حميد، الورم الحليمي أو بالإنجليزي بابيلوما. البابيلوما هو ببساطة benign epithelial tumor. يعني إيه؟ يعني ورم حميد benign بيطلع من الخلايا الطلائية epithelial اللي بتبطن أسطح الجسم زي الجلد، وشكله مميز جدا، بيبقى عامل زي بروزات شبه صوابع الإيد. ولما نبص عليه تحت الميكروسكوب بنشوف النظام بعينه. الصورة دي بتوضح تركيبه المجهري المنظم جدا، عبارة عن نواة متفرعة من نسيج ضم ومتغطية بطبقة مرتبة من الخلايا الطلائية، كل حاجة في مكانها، شكل منظم ومحدد، وده بيأكد لنا تاني كل صفات الورم الحميد اللي اتكلمنا عليها. طيب بعد كل الشرح ده ممكن حد يسأل ليه كل التفاصيل دي مهمة؟ ليه التفرقة بين حميد وخبيث هي أهم سؤال في علم الأورام على الإطلاق؟ الإجابة بسيطة وواضحة، لأن التمييز ده هو حجر الأساس لكل حاجة بتيجي بعد كده. هو اللي بيحدد التشخيص أو الدياجنوزز، وهو اللي بيحدد التنبؤ بمسار المرض أو البروجنوزز، والأهم من كل ده هو اللي بيوجه كل قرارات العلاج أو التريتمنت. هل هو مجرد استئصال بسيط وانتهينا، ولا بداية رحلة علاج كيماوي وإشعاعي طويلة؟ باختصار، فهم الطريق اللي الورم ده قرر يمشيه مش مجرد معلومة أكاديمية، دي البوصلة، دي أول وأهم خطوة بتحدد إزاي المعركة ضده هتكون. كل خطة العلاج بتتبني على الإجابة الأولى benign or malignant. وده بيوصلنا لسؤال أخير نفكر فيه كلنا: معرفة الفرق بين الطريقين دول إزاي ممكن تغير كل حاجة بالنسبة لإنسان لسه سامع كلمة ورم؟ الحقيقة إن الفرق بين كلمة حميد وخبيث مش مجرد مصطلح طبي، ده الفرق بين عالمين، الفرق بين الطمأنينة والقلق، بين جراحة بسيطة ورحلة علاج طويلة. هو فرق حاسم في